مودست في القاهرة. فيديو جديد مع اخوك ابو يوسف الاهلاوي، وتابعونا النهارده ولايكات عشان الكلام كله النهارده كبير قوي وكلام خطير قوي مع اخوك ابو يوسف الاهلاوي. لايكات على قد ما تقدروا وشيروا لاخوك ابو يوسف الاهلاوي. مودست في القاهرة. يا جماعة النادي الاهلي هيعلن النهارده على صفقة المهاجم اللي احنا كلنا كنا مستنيينه، الصفقة المحترمة رغم عن اي حد جاحد. سيبكم يا جمهور الاهلي من اللي يقول لك 35 و45، سيبكم من الكلام الفاضي، سيبكم قلة الادب، سيبكم من الكلام ده كله. مش هياكل مع النادي الاهلي، مش هياكل مع النادي الاهلي عشان النادي الاهلي كبير. النادي الاهلي كبير والله العظيم من ابو يوسف الاهلاوي. يا جماعة اللي بامر الله هيحصل الايام الجايه في النادي الاهلي كله هيبقى خير لجمهوره. النادي الاهلي اشتغل على الفرود ده يا جماعه بعد احترامي لاي حد. كلنا قلنا موليكا، كلنا قلنا اي صفقه جايه، بس المدير الفني بتاعنا كرة كان شايف وجهة نظره اللي الصفقة دي هتفيد النادي الاهلي في الشق الهجومي اللي احنا كان عندنا تأثير فيه. بعد احترامنا الكهرباء ومحمد شريف او طلع محسن، احنا في ماتشات عايزين فرود زي ده رخم، عايزين فرود يطلع يحط لك الكرات العرضيه كلها، عايزين نشتغل، يا جماعه كرة السنه دي هيغير في الخطه، متاكد 100% اللي هو هيغير الخطه. وهنتكلم اليومين الجايين دول على تشكيل الاهلي في السوبر، هنتكلم كتير. لكن احنا مش عايزين نحطم نفسنا، مش عايزين واحد جاحد ولا واحد ما بيفهمش. بعد احترامي لهم كلهم على دماغي، مش عايزين حد يقول لك يطلع كل يوم يقول لك 35 45 55. لا، قول له الكلام ده يا حبيبي عندك، الكلام ده عندكم انتوا مش عندنا احنا. احنا عارفين كل مرحله هنعمل فيها ايه. السنه دي سنه استثنائيه للاهلي يا جماعه. النادي الاهلي داخل على 75 ماتش ان شاء الله السنه دي، يا رب يدينا طول العمر ونشوفهم كلنا، انا وانت، انا وانت اللي بتشوفني. يا جماعه النادي الاهلي بعد احترامي لاي حد، بعد احترامي لاي حد، السنه دي بامر الله هيقدم كره محترمه. والله الاهلي هيقدم كره محترمه السنه دي من ابو يوسف الاهلاوي. حابب بقى اسمعكم كلام احمد دودار، هو بيتكلم امبارح مع الكابتن ميدو، مع الكابتن ميدو وكابتن مين، محمد جوده. هسمعكم قال ايه، هسمعكم قال ايه. بيتكلم على كاس العالم للانديه ازاي. بس هقدر قبل ما اسمعكم اقول له كلمه لاحمد دودار. احمد دودار ده اللي عنده دم احسن من اللي عنده عزبه، وانتم ولا عندكم دم ولا حتى عندكم عزبه. اسمع قال ايه الجدع ده. احنا كده كده ما بنروحش ليه عادي. انا عايز طموحك يا بدايه بس لا ده كابتن، ده النادي الاهلي داخل على، يعني هو كده كده الموسم اللي جاي ده محمد جوده بيقول له ايه، بس داخل على ارقام قياسيه يا كابتن. يعني بس اهم حاجه الاهلي يروح كاس عالم للانديه. بيقول له اهم حاجه الاهلي يروح كاس عالم. عايزين الاهلي ياخد كاس عالم، عايز تسمع شويه ارقام يفضل كل شيء يروح تالت. احنا ما بنروحش عادي، احنا كده بيقول له هيفضل يروح شرف تالت. ما الظروف اللي احنا فيها ديت مفيش طموح. اسمع. الظروف اللي احنا فيها دي بقول لك كابتن ميدو اشترى لبس للناشئين. الظروف اللي احنا فيها احنا وناس تعالى لي بقى. بيقول لك الكابتن ميدو اللي مشغله معاه في القناه، اللي اصلا ما بيعرفش يتكلم كلمه، بعد احترامي ليه عشان ما بحبش اغلط في حد، بيرد بقى بيجامل مين، ميدو. الاول قال لك ايه، وانتوا عايزين بقى تاخدوا كاس العالم للانديه بقى ونشوفكم بقى، مش كل مره تروحوا تاخدوا التالت. اللي ما بيبقى عنده دم احسن من اللي عنده عزبه يا ده، وانت ولا عندك دم ولا عندك عزبه. بيقول لي ميدو ايه بقى، ده جايب لنا اللبس للناشئين. ما لازم يقول كده، مشغلك في قناه بيقبضك كل شهر، لازم تطلع تقول عليه كده. ليه؟ الدنيا كلها جايه على ميدو، الدنيا عرفت لميدو هجاص، الدنيا كلها بالزمالك طرده ميدو من الزمالك يعتبر، ما حدش بيجيب سيرته عشان هو عارفين اللي هو ضلالي، معاهم عليهم، عشان اللي قال عليه بدع كان بيسانده، اللي قال عليه بيروح بره يتعمل فيه ايه كان بيسانده واقف في ظهره. كلمه ميدو مش هتستمع في نادي الزمالك. لكن دودار بيعمل ايه بقى، بيضرب كرسي الميدو عشان يعليه. لا يا دودار من ابو يوسف الاهلاوي، الناس فاقت، الناس في نادي الزمالك فاقت، والقناه بتاعت نادي الزمالك فاقت يمين الله ونتفت. قناه الزمالك ونادي الزمالك ندفت 23 سنه. نادي الزمالك يمين الله كان مخطوف. شفتوا امبارح الفيديوهات اللي طالعه من نادي الزمالك، طرد خالد لطيف، طرد خالد لطيف وزفوه زفه بلدي، زفوه زفه بلدي يمين الله.
واحد اتنين، فلوس الزمالك راحت فين يا حراميه يا نصابين يا اللي دمرتوا النادي يا اللي خربتوا النادي؟ صح ولا لا؟ يا جماعه نادي الزمالك بامر الله راجع من ابو يوسف الاهلاوي، وانا مصمم اقول لكم كلمه ابو يوسف الاهلاوي عشان قلت لكم 100 مره من اول ما طلعت. اقسم بالله انا كنت كاره الناس دي، بس لكن كنت بحب الزمالك وبحب الزمالك يمين الله، واتمنى ان هو يبقى في ظهر الاهلي مش بيراميدز اللي في ظهر الاهلي، حاجه تكسف. نتكلم على مين بقى؟ على المعلم علاء مقلت، على الاستاذ علاء مقلت اللي كان قاعد بيوزع بسكوت في نادي الزمالك امبارح للاعضاء. بعد احترامي ليك، انت عملت ايه نادي الزمالك؟ اللي هو علاء مقلت ده عمل ايه نادي الزمالك؟ بعد احترامي ليه، اقسم بالله انت نموذج للبني ادم السلبي. بعد احترامي ليك، للبني ادم اللي ما تعرفش فين الصالح تعمله لناديك. انت كنت كل حاجه بتعملها كده زي المجموعه كلها اللي كانت في القناه، زي اللي نادي الزمالك ندف منهم كلهم. او عهد الله علاء ميلي كان بيوزع بسكوت، والله ما هتنجح، والله ما في حد كان مع مرتضى احمد منصور هينجح. ولو حد من مع مرتضى نجح يمين الله يبقى عليه العوض في الجمعيه العموميه، يبقى هم فعلا مش عايزين نادي الزمالك ده يبقى عالي. بقول لكم اهو قبل الانتخابات بهنا ولا بسنه، محدش في مجلس مرتضى السابق هينجح. لو كان حد هينجح كان ابنه نزل، يا كان ابنه عارف اللي هو مش هينجح، عارف اللي هما مش هيخشوا الزمالك تاني. وقلت لكم السنين الجايه مرتضى منصور وعياله هيقضوها في المحاكم والاقسام والحاجات دي كلها. ليه؟ الناس كلها خلاص، الناس كلها اللي اتشتمت واتغلط فيها مش هتسكت. احنا ببلد محترمه، اقسم بالله احنا ببلد محترمه، اثبتت البلد كلها اللي الدنيا كلها كانت بتقول لك مين مسانداه. كل واحد، وانا اولهم كنت بطلع اقول لك الدوله مسانداه، مين مسؤول في البلد كان مسانده. اتضح ان احنا كلنا كنا بنهجص، وانا اقولكم في ايه بقى؟ بطلع اقول البلد البلد البلد، ادي البلد اهي، اللي ليه حاجه عنده هياخدها، واللي ليه حق عنده هياخده ان شاء الله بدون مقاطعه بامر الله. وهو خلص، حكايته مع الزمالك انتهت. كل اللي جاي دلوقتي بقى نشوف بقى واحد عليه حاجه ياخدها، واحد ليه عنده حاجه ياخدها، هو ليه عند حد حاجه ياخدها يطلع يقول هو ليه عند الزمالك ايه؟ الهدايا بتاعت تركي الشيخ اللي هو طالبها 30 مليون، والهدايا ال 30 مليون اللي كانوا واخدهم عشان يجرح في الكابتن محمود الخطيب كل يوم هو وعيلته. ال 30 مليون اللي هو بيتكلم عليهم دول كان واخدهم عشان يهين النادي الاهلي ورموز النادي الاهلي، عشان يردم مستشار تركي الشيخ. وهو دلوقتي عايز يحصد، عايز حق شتمته للنادي الاهلي. من مين؟ من نادي الزمالك اللي هو داينه، اللي هو خلى نادي الزمالك ما يسواش حاجه، خلى نادي الزمالك ما فيهوش لعيبه، مشى اللعيبه كلها يمين الله، دمر النادي. وفي الاخر عايز 30 مليون من نادي الزمالك. ده ما يرضاش ربنا ولا يرضي اي حد في الدنيا. يا جماعه بالله عليكم ادوا اللايكات وعلوا صوتنا، علوا صوتنا عشان صوتنا هيوصل بربنا، واحنا ده ما اتفقنا وبيكم. السلام عليكم.